شفتوا شنو أطرى للسائحة الإيطالية في مراكش؟ هذه السيدة ماشي أي سائحة، راه كاتبة عالمية معروفة سميتها نيكوليتا بورتولوتي، كتبت بزاف ديال الكتب وناس كيحترموها بزاف. جاية تستمتع بسحر مراكش، ولكن فجأة تتحول الرحلة ديالها لكابوس بعد ما تعرضت للسرقة أو الاعتداء بطريقة خطيرة كادت توصل لمحاولة قتل. من بعد ما رجعت لبلادها وبقت كتتعافى من الضربة، قررت تكتب نص مؤثر تحكي فيه أدق تفاصيل اللي وقع عليها في المغرب. المفاجأة الكبيرة هي إنه الشرطة شدت المتهمين، ولكن الصدمة ماشي هنا، الصدمة في الكلام اللي قالته في آخر القصة. قالت: نعم، تم إلقاء القبض عليهم ويمكن يتهموهم بمحاولة القتل، ولكن أنا كنت أتمنى ما يتحطمش المستقبل ديالهم غير يفهموا حجم الضرر اللي داروه والكارثة اللي كانت ممكن توقع. كتبة عالمية تعاتب ولكن بسعة صدر، وكتفكر في حياة الشباب أكثر من الانتقام لنفسها. شنو رأيكم في هذا الموقف؟ لو كنتوا في بلاصتها، وش غادي يطالبوا بأقصى العقوبات، ولا غادي تفكروا في مصير هذا الشبان بحالها؟